بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى كل إخواتي جماهير الأبيض الملكي. يا رب تكونوا بخير، والأيام الجاية تجلب لنا كل خير وسعادة علينا وعلى نادينا إن شاء الله. النهاردة كالعادة جايب لكم كل الأخبار الخاصة بنادي الزمالك والمتعلقة بنادي الزمالك. إن شاء الله حلقة دسمة هتعجب حضراتكم. أتمنى في الأول إن أنتوا ما تنسوناش بالاشتراك في قناة الزمالكاوية محتاجة دعمكم. يا ريت تدعمونا بالاشتراك واللايك والشير عشان صوتك وصوتي يوصل، ونقدر ندافع عن كيان الزمالك ونوصل صوت جماهير الزمالك، نوصل صوتنا إلى كل مكان، للإدارة، للاعبين، للمسؤولين عن الرياضة، ونقدر ندافع عن كيان نادي الزمالك. هبدأ معاكم سريعا. بيع نادي الزمالك، هل فعلا نادي الزمالك سيتم بيعه؟ الأخبار الواردة بتقول إن في تقارير بتقول في الدولة إن احتمالية بيع النوادي اللي تابعة للحكومة. احتمال كبير كمان إن ممكن يكون أول نادي سوف يتم فيه بيعه، أو هتكون تجربة بيعه، هو نادي الزمالك. وده بالذات نتيجة إن الناس شايفة كلها مشاكل نادي الزمالك قد إيه، وإن مفيش مسؤولين في الرياضة أو في الدولة بيتحركوا لحل مشاكل نادي الزمالك. فهل ده هو التمهيد لبيع نادي الزمالك؟ هل كل اللي بيحصل ده مصادفة؟ إن كمان يخرج علينا الملياردير العربي الإماراتي الشهير خلف الحبطور ويقول فكرة ان المؤسسات او النوادي الوطنية في مصر، او النوادي الاهلية او المحلية اللي هي بتنتمي للمدن، هل ان هي تتحول لشركات مساهمة؟ ويقول ان الفكرة دي هتساعد على نهوض الرياضة في مصر. هل كل ده مصادفة؟ فعلا في اخبار واردة بتقول احتمالية كبيرة جدا ان الفترة الجاية يتم بيع النوادي اللي هي الشعبية لمستثمرين. فهل نادي الزمالك هيكون أول تجربة؟ أعتقد إن نادي الزمالك قيمته كبيرة جدا بجماهيره، بجماهيريته، بشعبيته، بتاريخه، بعراقته. فهل ده ممكن نشوفه؟ أنا عن رأيي الشخصي أتمنى بيع نادي الزمالك، وإن نادي الزمالك يكون تحت إيد إدارة رياضية، إدارة عايزة تستثمر صح، تعرف قيمة نادي الزمالك، تقدر توفر لنادي الزمالك الإمكانيات المادية والإدارية اللي هو محتاجها. هل ده هنشوفه الفترة الجاية؟ يعني أتمنى ذلك بجد. هو ده فعلا اللي بينقص نادي الزمالك، وده هيعمل استقرار. على فكرة النادي نفسه ما بيتباعش يا جماعة، اللي بيتباع هو الفريق الرياضي، اسم أو براند نادي الزمالك، والفريق التابع لنادي الزمالك. وده شيء انا بقول لكم هيبقى استثمار مهم جدا. وساعتها نقدر نقول ان فعلا هيبقى في منافسة قوية، منافسة حقيقية. مش هيبقى في تحكمات من شركات راعية او اتحاد كرة او الحاجات اللي احنا بنشوفها الغريبة. اتمنى فعلا الفترة القادمة ان لو الفكره دي اتطبقت، ان شاء الله، انا عارف ان المستثمرين العرب كلهم بيحبوا نادي الزمالك، وهتبقى فرصه كبيره جدا اللي هتشوفوا مليارديرات كتار جدا بيتصارعوا عشان يحصلوا على شركه كره نادي الزمالك. ان شاء الله ربنا يكتب كل جديد ان شاء الله، وكل خير لنادي الزمالك. بدأت امبارح حرب التصريحات نقدر نقول ما بين النائب سليمان وهدان على برنامج الحقيقة مع عمرو أديب، وتدخل كمان كابتن أحمد سليمان، ودخل على الخط كابتن حسين لبيب. حرب تصريحات قوية جدا. النائب سليمان وهدان بيعلن إمكانية ترشحه على منصب الرئيس، يعني هيبقى منافس للمستشار مرتضى منصور. هو ما أكدش، لكن بيعلن إن هو إمكانية، يعني ممكن يخش الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس، لأن أنتوا عارفين الانتخابات التكميلية هتبقى على مقعد الرئيس وعلى نائب الرئيس وعلى عضو. فهل هنشوف النائب سليمان وهدان بينافس المستشار مرتضى منصور؟ طيب، نفس المهم وهدان نفى زوال عضويته كعضو مجلس إدارة، وأكد إن هو بيحضر الجلسات رسميا ما عدا جلسة واحدة، وإن المفروض ميعاد كل جلسة بتبقى ميعاد شهري، ما ينفعش يبقى فيه شهر واحد فيه 4 جلسات. فهو بيأكد على إن هو حتى الآن متواجد. آه،
بيخرج علينا برضو النائب سليمان وهدان وبيأكد استلام نادي الزمالك قيمة 100 مليون جنيه. دول تقدروا تقولوا رسوم صفقة إمام عاشور، ووصلوا بالفعل على حساب البنكي لرابطة الأندية، وتم تحويل المبلغ لنادي الزمالك. وطبعا انتوا عارفين نادي الزمالك لجأ ان هو يستخدم حساب لجنة الأندية ده، لأن حسابات نادي الزمالك كلها محجوز عليها. دخل في الخط برضو كابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان دخل على الخط وقال ان نادي الزمالك مخطوف، وصفه بان هو مخطوف، وان في اهدار مال عام 6 مليار جنيه. طب بالعقل وبالمنطق، ومش 6 مليار كتير قوي يعني، اكيد هيبانوا. يعني انا شايف ان هو رقم، يعني حتى لو في اهدار مال عام، على فكره كل النوادي في مصر فيها اهدار مال عام، النادي الاهلي في اهدار بملايين الدولارات. بس في الزمالك انتوا عارفين في صراع على الكرسي، صراع على الوجاهه، صراع على الحاجات كتير قوي. هو مش هاممه نادي الزمالك، كل الناس اللي داخله دي نفسها تتلمع، نفسها في مصالح، نفسها تكبر على حساب نادي الزمالك. اتهام ب6 مليار جنيه دول اكيد هيبانوا يا كابتن احمد. كابتن احمد سليمان، انت عارف 6 مليون دول اكيد يعني قد ايه؟ 6 مليار مش كتير قوي يعني، انا مش هقول كتير شويه، مش كتير قوي الرقم 6 مليار. الكلام اللي صادر ان في ناس بتتهم مجلس اداره نادي الزمالك باهدار مليار و48 مليون جنيه. وخرج المستشار مرتضى منصور واكد ان طبعا ده مبلغ وهمي، وقال ان مفيش الكلام ده، وان اساسا حتى الشركه الراعيه ما دفعتش لنادي الزمالك حتى الان غير 70 مليون. هو ده المبلغ اللي وصل لهم الشركه الراعيه حتى الان، 70 مليون جنيه. وبيؤكد ان الاموال اللي بتتذكر او الارقام اللي بتتذكر دي كلها كاذبه، وان مفيش اي حاجه من الحاجات دي، وبينفي تهمه اهدار المال العام. تم ان المستشار مرتضى منصور حب يعمل مداخله على البرنامج مع عمرو اديب، ويرد على الاتهامات والادعاءات اللي بتتم على مجلس اداره نادي الزمالك باهدار المال العام، لكن تم منع مداخله المستشار مرتضى منصور. طيب هنبدا نتطرق لاخبار الرياضه او اخبار النادي اللي هي خاصه بفريق الكره. الاداره بتوعد لاعبين، مدير الفني يا جماعه كلم الاداره وطالبهم بصرف مستحقات اللاعبين المتاخره وسريعا، لان ده مأثر على اللاعبين جدا. والاداره فعلا وعدت المدير الفني بصرف المستحقات المتاخره جزء منها على الاقل للاعبين، وان شاء الله فعلا ده شيء مهم، ويا ريت الاداره تنفذ كلامها. احنا عارفين ان الازمه الماليه قويه جدا، لكن مش هو ده بس، فيه تقدروا تقولوا صراع، يعني مواجهات قويه جدا ماديه لنادي الزمالك. الاداره برضو بتحاول ان هي تعقد جلسه مع اتحاد الكوره عشان تجدول المديونيه وتدفع جزء منها عشان تتفادى ازمه عدم قيد لاعبين لنادي الزمالك في الفتره الشتويه الماضيه. والزمالك مش عايز يخش في نفس القصه مع اتحاد الكوره في انتقالات الشتويه او الانتقالات الصيفيه اللي جايه. طيب خبر الساعة اللي هو ايقاف قيد نادي الزمالك عشان قضية سبورتنج لشبونة. يا جماعة ايقاف القيد ممكن يحصل، لكن ايقاف القيد ده سريعا، مش عايزين نرغي كتير. ايقاف القيد ده هيبقى لمجرد دفع الغرامة. يعني لو الزمالك دفع الغرامة المستحقة لسبورتنج لشبونة، خلاص ايقاف القيد يترفع تلقائيا في نفس اليوم. فعشان كده سيبوكم الاعلام الاحمر ولجان الاحمر اللي قاعدة تحاول دايما تحطم في نادي الزمالك وتزود الاشاعات وتضخم المواضيع. لا، حتى لو جاء عقاب لنادي الزمالك بايقاف القيد، هيكون عقاب وقتي لدفع للمده اللي هيدفع فيها، او لعند دفع الغرامه المستحقه. مجرد ما الزمالك يدفع خلاص الموضوع منتهي. وفي 2 مليون دولار محجوزين في حساب نادي الزمالك، دول قيمه الصفقه او قيمه الغرامه المستحقه لنادي سبورتنج لشبونه، زائد كمان قيمه المستحقات المتاخره والمتبقيه لاتشن بونج. فعشان كده ما تقلقوش، ان شاء الله الموضوع محلول، وفي فلوس داخله لنادي الزمالك بالدولار قادمه، زي غرامه كهرباء، زي مستحقات اللاعبين اللي شاركوا في كاس العالم توصل ل 700 الف دولار. في ارقام كتير داخله لنادي الزمالك، ما تقلقوش خالص.
قلت لكم قبل كده ان مصطفى فتحي ممكن كبير، احتمال بنسبة 90% هو اللاعب اللي المستشار مرتضى منصور اتكلم عنه ان هو الصفقة المفاجأة والجماهير الزمالك بتحبه، اللي بيحاول يرجعه تاني لنادي الزمالك. طيب، ايه اخبار الفريق؟ اخبار الفريق يا جماعة، محمود حمادة لعيب فاركو ومنتخب مصر طلع صرح ان فاركو اكيد هو مرضاش يتكلم مباشرة عن نادي الزمالك، وان الاهلي داخل مكايده وبيحاول يزود على نادي الزمالك، لكن طبعا الاهلي عنده 7 لعيبه في وسط الملعب. فمحمود حماده طبعا كلام موجه للزمالك، ان فاركو مش هيقف في مستقبله، وهو شكر في الاداره وقال ان هي اداره محترمه واحترافيه. طيب، الزمالك بيتفق شفوي، اتفاق شفوي تم بين الزمالك واللاعب الياس شتي اللاعب الجزائري اللي كان محترف في انجيل فرنسي، وتم فسخ التعاقد. تم الاتفاق مع الياس شتي على تخفيض راتب اللاعب، واللاعب وافق على تخفيض الراتب بتاعه، وانه ينتظر لحسم المفاوضات لغايه نهايه الموسم عشان الزمالك يكون خرج من المشكله الماديه الحاليه ان شاء الله. واللاعب رحب جدا بعرض نادي الزمالك، وقال ان هو هيكون في انتظار اخر الموسم ليتم التعاقد رسمي. اللجنه الفنيه في نادي الزمالك بتصر على التعاقد مع الياس الجلاصي، وشايفه ان الياس الجلاصي لعيب التونسي المحترف في المصري البورسعيدي هو القطعه الناقصه في خط وسط نادي الزمالك. بس انا بصراحه شايف ان خط وسط نادي الزمالك محتاج اكتر من قطعه، وفعلا محتاج الياس الجلاصي كلاعب فنان وموهوب، ولكن محتاج محمود حماده. وكمان في خبر هجيبه لكم، لكن اللجنه الفنيه بتسعى بكل قوه ان هي تحصل على خدمات الياس الجلاصي. هل الياس الجلاصي هيكون مفتاح الصفقه في اللاعب عبد الله جمعه، اللي فعلا الزمالك عرف من مصادره ان عبد الله جمعه في طريقه للاتفاق او اتفق مع نادي المصري البورسعيدي للانتقال اليه الموسم القادم؟ هل الزمالك هيستغل الموقف ده وممكن يدفع مقابل مادي فوق عبد الله جمعه ونقدر نحصل على الياس الجلاصي؟ ده اللي هيبان ان شاء الله، ونتمنى فعلا ان الياس الجلاصي لعيب ممتاز جدا وهيفرق، هو شبيه بلعبه زي كده حاجه قريبه من فرجاني ساسي. في تقارير برضو بتقول ان محمد بن رمضان قريب من نادي الزمالك، لكن الاهلي كان عايز محمد رمضان بقاله اكتر من سنه. طبعا هو داخل برضه في مفاوضات مع محمد بن رمضان، وفي نادي فرنسي داخل مع محمد بن رمضان ايضا، فالمنافسه على محمد رمضان لاعب الترجي التونسي قويه جدا جدا. عايزين نقول ان عبد الله جمعه احتمال عشان جبنا اسمه يخش في القايمه ويلعب مكان حاتم سكر اللي هيغيب للاصابه بشد في الخلفيه، والمدير الفني عايز يدي فرصه لعبد الله جمعه قبل التقرير النهائي باللعيبه الراحلين، لان هو برضه مصمم على ان هو يلاعب فتوح في وسط الملعب. عايزين نقول عمر جابر بيرفض الدخول في اي صفقات تبادليه، مع انه هو مرشح الاساسي للدخول في صفقه تبادليه مع فاركو اللي متفق اساسا مع عمر جابر مقابل محمود حماده، وهيبقى في برضه جزء من المقابل المادي، يبقى عمر جابر وبعض الاموال مقابل محمود حماده. الزمالك يقدروا تقولوا انهى الاتفاق مع محمد صبحي على تمديد التعاقد مع محمد صبحي وضم صبحي للفئه الاولى، عقود الفئه الاولى من اللاعبين، والزمالك في انتظار الانفراجه الماليه عشان يتمم تمديد التعاقد، لكن اتفق مع اللاعب واللاعب رحب جدا بس بشرط انضمامه للفئه الاولى. امام عاشور بيأكد لشيكابالا بعد اتصال هاتفي من شيكابالا انه اذا كان هيرجع لمصر فهتبقى الاولويه القصوى لرجوعه لنادي الزمالك. بس تاني بقول لكم يا جماعه، صعب جدا ان الزمالك يدفع الرقم بتاع امام عاشور او حتى اي نادي مصري. على الاقل النادي ميتلاند الدنماركي هيطلب 4 مليون دولار، فانتوا بتتكلموا عن حوالي 130 مليون جنيه غير اللي هياخده اللاعب. فعشان كده في المرحله دي ما اعتقدش ان امام عاشور هيرجع على نادي الزمالك، ولا حتى بيراميدز هيدفع 4 مليون دولار، ولا الاهلي هيدفع 4 مليون دولار، بالذات في ظل الازمه الماليه الدولاريه اللي موجوده في مصر والظروف برضو الاقتصاديه. ان شاء الله باذن الله الزمالك هيلعب مع الاتحاد يوم الاثنين بكره ان شاء الله. الزمالك هيلعب مع الاتحاد،
والنهارده باذن الله اجيب لكم كل الاخبار الخاصه بالفريق والمتعلقه ان شاء الله بنادي الزمالك. ان شاء الله اشوفكم على خير. لا تنسونا بالاشتراك ودعم القناه بالاشتراك واللايك والشير عشان صوت الزملكاويه يوصل لكل مكان، وعشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدين نادي الزمالك عشان ينضموا لاسره قناه الزملكاويه وتكبر بحضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.